اخيرا قدرت اتواصل مع مدام عبير في كليه سياحه وفنادق، وقالت لي كل المعلومات عن ازاي تقدم في سياحه وفنادق خصوصا الدراسات العليا، وهقول لكم كل المعلومات وكاتباها، وان شاء الله في الاخر هصور لكم الورقتين دول عشان تفضل المعلومات عندكم. كمان هكتب لكم رقم مدام عبير تقدروا تتواصلوا معاها عن طريق الواتساب، عشان بس ايه يعني التليفونات هتبقى متعبه شويه. المهم فرضنا ان انت طالب ثانويه عامه، حسب السنه اللي انت اتخرجت اخدت فيها ثانويه عامه هيشوفوا النسبه اللي بيتقبل بيها دخول كليه سياحه وفنادق. مطلوب شرط واحد ان انت تكون جايب على الاقل 37 من 40 في اللغه، غير كده بتقدم. وبعد كده بيبقى فيه بقى امتحان اللي هو الانترفيو وامتحان قبول، ده لازم بتروح تعمله في ثانويه في كليه سياحه وفنادق، ولو اتقبلت خلاص هتدخل وتدرس 4 سنين وتتخرج ان شاء الله بقى حسب القسم اللي انت دخلته. خلينا بقى نتكلم على اهم حاجه اللي هي الدراسات العليا اللي هي الدبلومه. الدبلومه دي سنتين في كليه سياحه وفنادق. كليه سياحه وفنادق اللي هي فين؟ اللي هي في اسمها حلوان، بس هي موجوده جنب القصر العيني في المانيال، جنب الاوتيل الكبير ده اللي هو جراند حياه دوت، كل شويه بيغيروا اسمه. المهم يعني ان هي في الحته دي، تمام؟ يمكن على فكره تتنقل بس لسه مش عارفين امتى. المهم الدبلومه ايه المطلوب؟ الدبلومه يا جماعه متقسمه ل3 اقسام: ارشاد سياحي، دراسات سياحيه، واداره فنادق. الارشاد السياحي فيه 3 لغات بس، انجليزي وفرنساوي والماني، هم دول ال3 لغات اللي ممكن تدرس بيهم. الباقي بقى الدراسات السياحيه واداره الفنادق دي يا اما انجليزي يا اما عربي، تمام؟ طيب احنا بنتكلم بقى على الارشاد السياحي، هو ده اللي يهمنا. اولا هي العدد مفتوح، مفيش حاجه اسمها انه العدد بيقفل، لان كان في حد بعت لي قال لي كل ما احاول اقدم يقولوا لي انه العدد اكتمل، قالت لي لا العدد مفتوح تماما. السن كمان مفتوح، مفيش اي مشكله انت سنك قد ايه. ايه بقى المطلوب؟ اهم حاجه ان انت تكون عندك مؤهل دراسي عالي، يعني تكون ليسانس او بكالوريوس من ايه؟ من جامعه حكوميه. طب فرضنا ان انت مش من جامعه حكوميه، فرضنا ان انت من جامعه خاصه، مفيش مشكله، هتاخد الشهاده بتاعتك وتروح على جامعه القاهره، في حاجه اسمها الاداره العامه للمعادلات، هتعمل معادله للشهاده. هم هناك في جامعه القاهره، اللي عارف القبه الكبيره بتاعت جامعه القاهره، هناك هتروح ان شاء الله يختموا لك ختم المعادله، وبعد كده هتقدم في كليه سياحه وفنادق. التقديم بقى هيكون ازاي؟ اهو كله التقديم حضرتك بتكون من خلال موقع اسمه ابن الهيثم جامعه حلوان. هو ده لازم علشان تتقبل في الكليه لازم تقدم اونلاين. دلوقتي بقى كل حاجه اونلاين، تكتب بالعربي كده على جوجل ابن الهيثم جامعه حلوان، لو عرفت الاقي لكم البتاع ده هحطه لكم يعني، تمام؟ يطلع لك بقى الويب سايت دوت او اللينك ده، هتحط فيه بقى كل الاوراق المطلوبه وهتحط الايميل بتاعك. لو اتقبلت، لو شافوا ان مؤهلاتك وكل الحاجات اللي انت عملتها مستوفيه الشروط، هيبعتوا لك الايميل ده هيكون تحديد لميعاد تروح الكليه علشان يتعمل لك انترفيو، تمام؟ يبقى دلوقتي انت اتقبلت ورايح بقى، هفترض ان انت خلاص جالك القبول ورايح الكليه عشان تعمل الانترفيو. تاخد معاك ايه؟ تاخد معاك كل الاوراق المطلوبه اللي هي اتكتبتها وحطيتها على الاونلاين وانت بتقدم. تاخد كل الاصول بتاعتها بقى، سواء بقى شهاده التخرج، هفترض شهاده الميلاد، واتيفر مطلوب منك. هتاخد الاصول وتاخد صورتين من كل شهاده او من كل ورقه، و4 صور شخصيه. 4 صور شخصيه دي اللي هي الصور العاديه المعتاده اللي بتاعت الباسبور دي، اللي هي خلفيه بيضاء. وهتدفع كام؟ 750 جنيه. دي تكلفه ان انت اتعمل لك ملف وهيتعمل لك الانترفيو. الملف على فكره انت هتحط بقى ورقك كده في فايل حلو وتاخده معاك وتروح، تمام؟ بتروح بقى فين؟ في كليه سياحه وفنادق اللي هي جامعه حلوان، بس هي موجوده في المانيال. هتروح هناك هتدور على قسم الدراسات العليا عند مدام عبير، هي مدام عبير اللي بتاخد الطلبات. هتروح لها وتديها الاوراق دي. الدبلومه سنتين، مصاريف السنه الواحده لطالب السياحه وفنادق 8000 جنيه بالكتب، تمام؟ انما بقى الاقسام الثانيه اللي هي بالعربي دي التكاليف في السنه 4000 جنيه برضو بالكتب. بس كده. طيب انت دلوقتي درست السنتين ونجحت، خلاص بقيت انت كده معاك ان شهاده بتقول ان انت خدت الدبلومه ونجحت. هل هتبقى مرشد على طول؟ لا، هتروح لسه وزاره السياحه والفنادق، لسه هيعملوا لك امتحان وبعد كده تاخد الارشاد. تفاصيل بقى الوزاره وتروح فين وتعمل ايه والاوراق بعد ما تتخرج دي ان شاء الله هعملها لكم فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم.